السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي على يوتيوب. بفيديو اليوم بدي اعمل اكلة حلو اللي هي الهريسة او النمورة، طريقة ناجحة، مكونات متوفرة ان شاء الله بكل بيت وطعمها كتير طيبة. هلا بنسمي بالله، بسم الله على بركة الله، وبنبدأ الفيديو. هلا هون حطيت كاسة سكر وبدي احط عليها كاستين مي، بدي احطهم على الغاز لحتى يغلوا منشان بدي اعجن فيهم السميد، وبحركهم شوي هيك وبعدين بحطهم على الغاز لحتى بس يغلوا، ما بدي اياهم يتعقدوا بس يلا يغلوا. وهون هلا بدي احط 3 كاسات من السميد، تكون هيك وسط، الحبة وسط يعني، وفي ناعم وفي وسط وفي خشن. فهلا هون عم بستخدمه وسط. هون حطيت 3 كاسات ونص من السميد، بدي اضيف عليهم معلقة بيكنج باودر، وتقريبا نص معلقة من الكربونة او الكربولا، وكاسة من جوز الهند، ومعلقتين حليب بودرة. وفيكن تستغنوا عن الحليب وعن جوز الهند، تطلع هيك كمان طيبة بدونهن. هلا هون بس غلى السكر والمي، حطيت عليه معلقتين سمنة وطفيت تحته. هون هلا حأعجن الخليط هيك بالتدريج، بضيف المي وبحرك لحتى تخلص كمية المي. وهلا هون ضفت كل المي واخد هذا القوام، هذا الشكل هيك لازم يكون. بدي اتركهم لمدة ليلة كاملة، 12 ساعة او اكتر، 15 ساعة. هلا هون غطيتهم بنايلون وبدي اتركهم لمدة ليلة كاملة. هلا هون تاني يوم تقريبا تركتهم شي 15 ساعة، اخدوا هذا القوام. وهلا بهاي الصينية بدي احط معلقة سمنة. هلا هون سيحتها شوي على الغاز، حطيت الصينية على الغاز لمدة هيك دقيقة لانها كانت كتير انه جامدة. وهيك بالفرشاي مع معلقة طحينة كمان، هيك انه مسحتها بالفرشاي. وبعدين بدي اضيف الخليط، خليط السميد، بهذا الشكل. وهلأ هيك ببلش بفرد العجينة بإيدي بهالطريقة. بدي أحاول خليها على نفس السماكة. وهون حطيت مي بالجات، وهيك كمان بلشت مسدها بهاي الطريقة، هيك المي بتساعد. وبعدين بدي أقطع لها مربعات. حددت أول شي مكان التقطيع، وبعدين هيك بلشت أقطعها بهذا الشكل لمربعات. وهلأ بعد ما قطعتها بدي زينها. حزينها بالكاجو، وفيكن بالفستق الحلبي أو اللوز أو جوز الهند، وفيكن تخلوها سادة كمان بتطلع كتير طيبة. هلا هيك حبلش إنه صف الكاجو بهذا الشكل. هلا هيك لقيت الشغلة طويلة إنه صفن بالحبة، فبلشت هيك كمش وحط. وهون فرح كمان حبيت تساعدني تشتغل معي. هلا هيك بضغط عليهم كمان شوي صغيرة، وبعدين بدي ادخلها على الفرن، على الرف او طرف بالفرن على درجة حرارة متوسطة. انا عندي الفرن فرن غاز، فبدي احطه على درجة حرارة متوسطة. وفيكن انتو الفرن على الكهرباء بياخد يمكن درجة الحرارة بتكون 180. وهلأ هيك عبين ما تستوي صينية الهريسة بدي أعمل القطر. حطيت كاستين سكر وكاستين مي، وبس غلى السكر والمي حطيت عليهم معلقة ليمون. هلأ هون طلعتها بعد تقريبا شي ربع ساعة،
بس تشوفوا هذا الخط الذهبي على طرف الصينية بتكون هيك استوت من السفل. هلأ دخلتها على الرف اللي فوق، شغلت من فوق بس منشان تاخد وجه. وهون هلأ بعد ما غلى حطيت، بعد ما تعقد حطيت معلقتين سمنة. وهون طلعتها من الفرن بعد ما استوت، وحبلش شربها بالقطر بهذا الشكل هيك شوي شوي. بتاخد تقريبا يعني كل كمية القطر، أخذت معي كل الكمية. بحاول هيك كمان إنه أرجع أقطعها منشان هيك إنه تتشرب القطر منيح. بتركها تقريبا ل7 ساعات 8 ساعات، كل ما باتت كل ما أطيب. أنا ما نطرت عليها كتير، يعني هيك بعد شي ساعتين قطعتها. بس إنه إذا بتتركوها النهار كامل يعني كتير بتطلع طيبة. وهيك طلعت معي بهذا الشكل. برجيكم إياها هيك، أخذت هذا اللون وطعمتها كتير طيبة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.